هل يجوز تأخير العادة الشهرية للنساء إلى ما بعد رمضان بأدوية وعقاقير طبية؟ الذي يظهر أنها تترك على عادتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فهو أغير على دينه وهو أرحم بها منا، والأمر ما يحتاج إن كانت ممكن أن تصوم، بل يمكن أنها نفسها تدرب نفسها على صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في صيام الاثنين والخميس: إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر: إنها كصيام الدهر. وأيضا علاج آخر فيها. وما هو العلاج الآخر؟ أنها تذهب غل الصدر. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صيام 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر، بمعنى غلة. فماذا يا إخواننا؟ والحديث رواه أحمد في مسنده.